في ثاني ظهور ليافين لاسطبلات أحمد أشرف سيد أحمد الكاردينال من الخيول المتميزة في هذا الشوط. وبحمد الله سيداتي آنساتي سادتي تم الانطلاق على مسافة 1400 متر، وهناك الوحيدة من الداخل بقوة، وهناك الإخشيد جنبا إلى جنب مع ست البيت المرشح الأقوى. هذا الثنائي يذهب نحو المنعطف الأول والترقب من يافين بالشعار الأزرق، وتأخر للفرس الوحيدة التي هي في مركز رابع حتى الآن. الصدارة تذهب لست البيت والإخشيد بشعار المريخ الذي يتمركز في خارج الخارج ويراقب مجريات الأمور. يافين تأتي من الخلف وتأتي في مركز جيد حتى الآن، وهي في مركز ثالث تحاول تقليص الفارق، ولكن ما زالت الصدارة لأصحاب الدماء الحارة. إنها ست البيت والإخشيد بشعار المريخ، والانطلاق بقوة من المنتصف من الإخشيد لاسطبلات عبد الله اسام الدين حسن الترابي ابن السلرمان. المفاجآت قائمة، دعاء تأتي والوحيدة من داخل الداخل بقوة، ولكن إنها ست البيت لاسطبلات عاطف محمود عبد المنعم بنت رغيد. يافين تأتي وتتسلل من خارج الخارج، ولكن سيطرة في هذا الموسم وظهور قوي لاسطبلات عاطف محمود عبد المنعم والمتميز برير رغيد شارلي. ست البيت هي بطلة شوط هذه الأمسية، ودعاء في مركز ثاني، والوحيدة